السلام عليكم، مساء الهنا، معاكم سما. تعالوا النهارده هنعمل اكله سريعه سهله مميزه جدا، وهي تشيكن باربيكيو او فراخ بصوص الباربيكيو بطريقه سهله. بس انا النهارده هعملها بدبابيس، اسهل من كده مش هنلاقي. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقه ازاي والوصفه ازاي باسهل طريقه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش سبسكرايب. اول حاجه هنزل بربع كوبايه من اللبن الرايب. ما عندكيش لبن رايب انزلي بزبادي، معلقتين كبار زبادي. وبعد كده 4 فصوص توم مفرومين، رشه من الفلفل الاسود، وعندي ربع كوبايه من صوص الباربيكيو. نظبط الملح طبعا، نص معلقه من بهارات الفراخ، بعد كده معلقتين كبار من زيت الزيتون. بعد كده بقى اقلب الصوص ده كله مع بعض. واشيلهم على جنب. بعد كده بيكون عندي كميه الدبابيس غسلهم كويس جدا، لكن اهم حاجه اعمل لها فتحات بالشكل ده. ليه انا عملت الفتحات دي؟ عشان تاخد من التتبيله كويس جدا. بعد كده خلاص الدبابيس عندي بقت جاهزه، هبدا بقى اتبلها كويس قوي. عايزه التتبيله دي تدخل كل حته في الدبوس. مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي، وكمان بالذات زيت الزيتون بيديها تيست وغناوه ما حصلتش. انا كده خلاص خلصت الدبابيس وتبلتها كويس جدا. ما ينفعش استخدمها قبل ساعه. لو عرفت ان انا اخليها ليله كامله مش مشكله، بس اقل حاجه اتبلها ساعه كامله. يلا بينا بقى على التلاجة. هنا بقى بعد ما خلصت طلعتها من التلاجة وقعدتها ساعتين. انا كان نفسي بصراحه اقعد اكتر من كده ليله كامله، بس بصراحه قعدت معايا ساعتين بالظبط. هاخد بقى الدبابيس بتاعتي وانزل على الصينيه، والصوص بقى الجميل الفظيع ده هنزل كده على الوش، وانزل بعد كده بنص كوبايه من الميه بالشكل ده، واغطيهم على البوتاجاز. واهم حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده من غير فرن ولا حاجه، هحطها على نار عاليه وبعد كده هدي عليها النار، والمهم ان احنا نغطيها بس. خلاص يلا بينا بقى لحد الدبابيس بتاعتي ما تجهز ننزل بالصوص. هنعمل بقى ايه؟ ننزل بربع كوبايه من الكاتشب، وانزل بعد كده بربع كوبايه من صوص الباربيكيو، يعني حوالي معلقتين ونص ومعلقتين ونص. حطينا المقدار الباربيكيو والكاتشب قد بعض. وبعد كده بقى انزل بمعلقه كبيره من عسل الابيض، من العسل النحل، واقلب بقى الصوص ده كله مع بعض. مش قادره اقول لكم الصوص ده هيديني نقله تانية خالص. وعشان اعادل الطعم شويه للسويت اند ساور هنزل برشه من الملح، رشه بسيطه كده، واقلب الصوص بتاعي كده. خلاص بقى الصوص عندي جاهز. انا كده عملت معادله بسيطه جدا للسويت اند ساور. مش هتلاقوه هيبقى فيه معادله حلوه، لا معلقه العسل اللي انا حطيتها ولا هي هتخلي الاكل يكون سويت قوي، ولا هتخليه حادق جدا. هتخليه في النص، ومعادله بتبقى رهيبه. جربوا الصوص ده وقولوا لي كده. في انتظار الفراخ تستوي بقى نشوف الفراخ معانا ايه الاخبار. ما شاء الله خلاص قربت اهي، بس لسه عايزه شويه سوا. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، هايله، قلبت المكان. تعالوا بقى نشوف الدبابيس بتاعتنا بقت عامله ايه. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال. ولا فرن ولا شغلانه ولا وقت كبير، خدت معايا 20 دقيقه بالظبط. يعني هي دلوقتي كده بعد 20 دقيقه. بصوا اللون تحفه ازاي، هايله هايله هايله، مش محتاجه اي حاجه اصلا. يعني انا كده ممكن انا راضيه جدا وتمام التمام. بس يلا بينا بقى كمان لما نحط لها الصوص اللي احنا لسه عاملينه مع بعض كده. خلاص كل اللي عليا ان انا الفراخ بتاعتي استوت تماما وبقت جميله. جبت الصوص بتاعي بالشكل ده، وابدا بقى على الفراخ القمر دي او الدبابيس القمر دي، وادهنها كويس جدا بالفرشه كده، وابدا ادهنها كويس قوي. طبعا خلاص بعد السوا بتاعي ببدا ان انا اشيل الجلد. انا خلاص ما بقتش محتاجاه خالص خالص، وكده بيبقى اسهل عندي كتير بعد السوا.
خلاص دهنت الوش ده، على طول اروح قلب في الدبابيس بتاعتي وادهنها على الوش تاني. انا عايزه طعم الصوص يكون متغلغل فيها ويكون شاربها جدا. وكده خلاص بيكون الشكل النهائي بتاعي للدبابيس الفظيعه التشيكن باربيكيو. بجد وصفه سهله جدا سريعه جدا تقدري تنفذيها وبتديكي تيست وطعم تاني خالص، وبالذات رشه السمسم الاخيره دي بتكون مميزه جدا، وبجد الطعم هيعجبكم قوي. يا ريت اللي يعملها او ينفذها بالطريقه دي يكتب في الكومنتات ايه الاخبار والطعم عامل ايه، وجربوها على ضمانتي. ويا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.